اهلا بيك برج الحمل. النهارده هنقرا قرايتك لشهر يناير. خصوصا النهارده هنقرا القرايه العاطفيه. إن شاء الله التوقعات القادمه ليك عاطفيا يا برج الحمل خلال شهر يناير ان شاء الله. تعالوا نشوف. انت عندك وفره يا برج الحمل. عندك وفره الشهر ده، وعندك 2 اوبشن في حياتك. هتتعرض لردود افعال كتيره قوي، هتتعرض لمواقف لازم يعني تاخد فيها قرار، او هيبقى يستدعى ان انت لازم في الموقف ده تاخد قرار معين. وهيبقى عندك 2 اوبشن، 2 اوبشن قدامك. تمام. انت في الشهر ده بالنسبه عاطفيا ليك حاسس ان انت اتجرحت قوي، وان في كلام مضايقك، او في حد ضايقك بالكلام. يعني في حد ضايقك بالكلام، في حد زعلك، في ناس كتير قوي هاجمتك، في ناس كتير قوي حاولت تصدك، او انت حاولت تدافع عن نفسك او عن اللي جواك. انت بتحمل معتقد كده، او بتحمل فكرة معينة عايز تثبتها للناس، او انت عايز تثبت ان انت صح بقى، وخصوصا لشخص انت بتحبه. عندك خلال الشهر ده طاقة إبداع، ودي طاقة خلق من طاقات الحب. يعني احنا لما بنحب بنبدع، لما بنحب بنطلع اللي جوانا، لما بنحب او لما بنحس حتى ان احنا محبوبين، فبنطلع اللي جوانا بصورة بروفيشنال. سواء بقى انت بترسم، سواء بتكتب، سواء انت بتروح شغلك حتى لو شغل بسيط، فانت بتروح الشغل كده مبسوط وراضي عن نفسك. انت بتحس بالحب وكل حاجة يا برج الحمل، لكن برضو في حتة كتم كده في المشاعر، في حتة ان انا اتأذيت، فانا مش عايزة اذي ولا اتأذى تاني، مش عايزة اذي ولا اتأذى تاني. فانت شخص اتأذى قوي من الصد في الكلام، وما بتحبش ان انت تعيد المواقف دي تاني. كمان انت عندك صراع ان انت تعبر عن نفسك، قلتلك، او تعبر عن احتياجاتك، او تعبر عن نوع من الابداع كده عندك. انت خايف تعبر عنه، او قلقان. ممكن انت تكون مثلا بتكتب كتاب جديد، او ان انت يعني بتحاول انت لو رسام بتنشر لوحاتك في مكان، في معارض. عايز فرصة يا برج الحمل، انت عايز فرصة، بس بالحب. انت خايف، انت خايف. عندك حد على طول شاكك فيه، عندك حد على طول خلال الشهر ده هيبقى نسبة الشك عندك عالية، لأن أنت شخص طالع بسي اوف سورد، سي اوف سورد، وبتخاف جدا كمان من الانتقادات. خصوصا ان انت لازم تبقى بيرفكت في شكلك، عشان اللي قدامك بقى تحس ان هو يرضى عنك او يحبك بزيادة. فانت عندك المعتقد ده، ان انا لما يبقى شكلي حلو بزيادة، اللي قدامي هيحبني بزيادة. مع ان انت برج الحمل خلال الشهر ده هتبقى انسان متألق جدا. وللبعض لو انت حامل، فان شاء الله حملك هيكمل على خير لو انت امرأة. ولو انت ولد فشغلك هيلاقي اعجاب ناس كتير جدا، وهتبدع في حاجة. انت هنا يا برج الحمل خلال الشهر ده ان شاء الله مبدع في شيء، مبدع في شيء. شوف انت بقى ايه الموهبة اللي انت بتمتلكها. خلي بالك من الموهبة اللي انت بتمتلكها، لان الموهبة دي يا برج الحمل ممكن تفتح عليك ابواب رزق كبيرة جدا، وفرص كتيرة جدا من بداية الشهر ده، من بداية الشهر ده. فخلي بالك من الفرص. ما تحاولش تدخل زواج تقليدي يا برج الحمل، لان انت ما بتحبش العادات والتقاليد. يعني ما بتحبش العادات والتقاليد. آه في خلال الشهر ده في واحد او واحده هيتقربوا منك، لو انت بنت او ولد. في حد هيتقرب منك وهيبين لك ان احنا زي بعض. ايوه، ده احنا مواهبنا زي بعض، ازاي احنا ما كناش عارفين بعض قبل كده. فانت هتستغرب قوي الحد ده، لان الحد ده هيدخل لك فجأة. قيس فجأة، قيس فجأة. فالشخص ده هيدخل لك فجأة، الشخص ده هيظهر لك كده فجأة، وهتلاحظ كمية التوافق بينك وبين الشخصية دي. الشخص ده هيحاول يقدم لك كل حاجة، كل حاجة. وهتحس ان الشخص ده للبعض الشخص ده راجع من الماضي. يعني انت كنت عارفه، انت كنت عارفه. وللبعض التاني الشخص ده انت
انت عارفه، انت عارفه. والعلاقه دي ممكن قعدت سنين كتير قوي، انت كنت عايز تنجحها، ولكن الماديات ممكن وقفت، او الشخص ده ما تقدمش بالصوره الكافيه او بالصوره اللي تشرفك. الشخص ده كان عايز يتقدم، ممكن يكون اتقدم ليك مثلا، لو انت بنت تقدم لك شخص في العلاقه، ولكن انت ما ارتحتلوش او ما حبيتهوش، او بمعنى اصح يعني اللي معاه الامكانيات الشخصيه او الامكانيات الماديه او الامكانيات الاجتماعيه ما كانتش عاجباه، يعني ما كنتش ما كانش في حاجه عجبك فيها. مش عارفه اقولها ازاي. المهم الشخص اللي اتقدم ده او الشخص اللي كان بيتقرب منك يا برج الحمل، آه كنت انت يعني مش حاسس ان انتوا ما بينكوا كاريزما، او ما بينكوا كونكتنج يعني. لكن اشخاص تانية هيحنوا لحد في الماضي، وهيحبوا ان هما يرجعوا ويحصل ما بينهم صلح بعد أزمة علاقة، خصوصا علاقة عاطفية أو كلام أو مشادات أو خصام أو بلوكات حتى. ممكن يكون الشخص ده عملت له بلوك أكتر من 3 مرات، أو هو كده. شدني قوي يا برج الحمل في الطاقة بتاعتك خلال الشهر ده، إن أنت اللي كوين اوف كاب، كوين اوف كاب، شخص بيعتز بنفسه قوي وبيقدم كتير. والحقيقة انت هتقدم كتير قوي، لو في حد جديد هيدخل حياتك ممكن تقدم له كتير قوي، خلي بالك من النقطة دي. ممكن تقدم له كتير لدرجة ان انت هتحس ان انت مسؤول منه. ممكن تقدم كمان كل اللي معاك، وممكن للبعض الشخص ده يدخل لك كمصلحة. خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك من المصالح يا برج الحمل. ما تديش حد حاجة انت مش عايز تديها. الجملة دي انا اتقالت لي يعني. فالجملة دي اثرت فيها قوي قوي قوي، ان انت ما تديش حد حاجة انت مش عايز تديها له، او مش وقته ان انت تديها له. تمام يا برج الحمل. عندك علاقة كاملة للبعض مش للكل. حاسس ان هو خلاص دخل العلاقة الكاملة ولقى سندريلا لو انت ولد، او لقيت سندريلا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت حاسس بالكمال خلال الشهر ده، يا في الشغل يا في علاقة، او ان انت انفصلت عن علاقة وقلت ايه، انا مش عايز حد تاني وانا كامل بنفسي، ومش عايز الصراحة ادخل حد حياتي، لان انا ايه بقى زهقت. فبتقول انا مش عايز حد ايه، مش عايز حد يدخل يكسر مقاديفي تاني، ويدخل يغير يبوظ طاقتي ويعني ويمتص الطاقة بتاعتي. انا مش ناقص اساسا. للبعض هيدخل بداية او فرص جديدة زي ما قلنا، للبعض التاني هيكون مكتفي بذاته خلال الشهر ده، بس هيركز على ابداعه وفنه وعطائه. وللبعض مش هقول لك نصيحة ان انت تتصدق، ولكن البعض هنا هيحب ان هو يعني ايه يعمل خير كتير. برافو عليك يعني، برافو عليك. وانا انصحك هنا لو انت ما بتعملش ده، ممكن ان انت تتصدق كتير، او تطلع اطعام مسكين يعني، اطعام المسكين، لان انت هنا بتدي قوي خلال الشهر ده. يعني كارتين العطاء طالعين لك يا برج الحمل، ولكن كارت العزله النفسيه، وكارت الضغط النفسي، وكارت ان انا بسمع كلام سلبي من الناس وبستقبله لدرجه ان هو عمل سيوف حواليا، وعمل زي حرز طاقي او حزام طاقي سام يا فندم، حزام طاقي سام. فانت هنا حاول ان انت تفك الحزام الطاقي، لان الحزام الطاقي ده مش متشاف، ولازم يتفك عن طريق قطع الحبال الاسريه بينك وبين الاشخاص. انت هنا واحد وقاعد ومربط ايديه وعايز حد ينقذه. انت ليه عايش دور الضحيه يا برج الحمل؟ ما تعيش برج الضحيه، لان انت الوحيد اللي هتخرج نفسك من اللي انت فيه عن طريق فن او ابداع، او زي ما قلنا عمل الخير. للبعض منكم ان ما بقاش مقتنع، او خلال الشهر ده هيسيب بايه بقى، بانتكاسه طاقيه، وهيحس ان اللي بيعمله ده زي قلته، او هيحس ان انا عايش ليه وجاي هنا ليه الدنيا. هيسال اسئله نفسه، اسئله كونيه.
آه كمان هتحس ان انت آه يعني فيك عيب في حاجه، مش عارف، انا حاسه ان انت هنا زعلان ان محدش جاي يساعدك، مع ان انت معطاء هنا في كارت العطاء، لكن بتحس ان انت برضو انا بدي كتير بقى ومحدش بيديني حاجه، او ان انا لما باجي احب بحب بايه بقوتي. فانت كذا مره تطلع ان انت خايف تدي الحب. حتى انت ممكن تدي الناس كلها، بس ان انت فيك حته كده ايه، ان انا خاف ادي كل اللي عندي لا اضيع. وانا برضو شددني لقيته في سورد اللي انت طالع فيه، فانت حتى حاسس بكسل للبعض، والبعض حاسس انه عنده سحر. يا فندم ربط، ده سحر ربط ده. ده لو انت بتشتغل وشايف نفسك كويس وطاقتك كويسه وكل حاجه، فانت في حد بيحاول يربطك جنبه او يسيطر عليك. خلي بالك من السحر يا برج الحمل، لان انت هتسمع حاجه قريبه قوي تخص سحر عندك. ممكن يكون سحر اسلاف، يعني اجداد، ومحتاج ان انت تفكه، وبتقاوم الحته دي وعايز تفك وتقول انا فيا ايه وليه بيحصل لي كده. في صديق ليك يا برج الحمل ممكن يساعدك خلال الشهر ده، او يشفيك يعني من حاجه. وعلى فكره انت عندك حمايه يا فندم، انت عندك حمايه بس انت مش شايفها. صدقني في حد بيحميك، الله سبحانه وتعالى هو الحامي. الله سبحانه وتعالى هو الحامي. ربنا حميك يا برج الحمل، ربنا حميك يا برج الحمل، وعندك حمايه، ولكن انت مش شايفها. تمام، انت مش شايف الحمايه دي. ففك الغشاوه، فك الطاقات السلبيه اللي انت حاسس بيها، فك اليأس. شخص يائس وموهوم ان هو ما يقدرش، لكن انت تقدر. انت عندك حاجات كتير حلوه، عندك حاجات كتير حلوه قوي. بص لنفسك كويس. اكسر المرايات اللي بتوريك شخصيه مش شخصيتك الحقيقيه. اكسر المرايات اللي دايما توريك ان انت اسوأ حد، ولا انت يعني مهما تعمل هتفضل زي ما انت. لا، انت ممكن تغير العالم، ممكن تغير الدنيا. فراشة بتغير الدنيا، فراشة بتقدر تعمل اعصار. يعني بصوا فراشة في روسيا ممكن، معرفش ولا ايه بلد ايه، ممكن بحركتها تعمل اعصار. فانت ممكن تعمل المعجزات يا برج الحمل. داخلك، بص انا لسه بقول، داخلك حب جديد، داخلك شخص جديد زي ما قلنا في اول القرايه. وايس اوف كاب هنا بتحزم قراءتك يا برج الحمل خلال الشهر ده ان شاء الله، شهر يناير. بتقول ان انت ان شاء الله باذن الله داخلك حب جديد، صداقه جديده، او علاقات جديده، علاقات جديده خلال الشهر ده ان شاء الله يا برج الحمل. فاستعد ليها، لان انت داخلك حاجه حلوه قوي. بالنسبه للناس اللي بتدور على البيوتي والجمال ونقاء البشره والكلام ده، انت مهتم بنفسك خلال الشهر ده، وخلال الشهر ده هيكون بشرتك صافيه ان شاء الله. ولا يعلم الغيب الا الله، ولكن تفاءلوا بالخير ايه تجدوه. انت الشهر ده ان شاء الله هيكون كوين في نفسك، او هتكوني كوين في نفسك. الصراحه ان انت هتهتمي بحبه حاجات كده انت كنتي فاقداها، او ان انت يعني مش واخده بالك منها. حتى بقى الموضه في اللبس، حتى تعلمي ازياء او خياطه او كروشيه او ايا كان بقى المشغولات اليدويه دي. انا قلت لك انت عندك حرفه وفن. او ممكن تهتمي بالبشره والشعر والكلام ده، دي حاجه حلوه قوي يا برج الحمل. اعملها لو انت حابب تعملها. ولو انت بنت حاولي كده ايه تدلعي نفسك بحاجه جديده. حاولي تخرجي نفسك من عقده الذنب وجلد الذات، عن طريق ان انت تهدي نفسك. هدي نفسك على طول. يعني جيبي لنفسك حاجه كده وانت ماشيه، اي حاجه ان شاء الله، حته شوكولاتايه يعني. مش شرط تكون الحاجه قيمه قوي او كبيره قوي او غاليه قوي. ممكن بابسط الاشياء نخرج نفسنا من اللي احنا فيه. خرج نفسك من المود السيء يا برج الحمل، لان انت لا يمكن هتحوز بعلاقه صحيه او متوازنه غير لما تفك حالتك النفسيه. لازم حالتك النفسيه تتفك الاول، عن طريق ان انت تشوف نفسك وتحب ذاتك يا برج الحمل. البعض منكم ما بيحبش ذاته، او ما بيحبش نفسه، او ما بيحبش شكله. كل ما يبص في المرايه يقول كلمه سلبيه. ولكن احنا اتعلمنا في الوعي ان احنا نعمل افرميشن، توكيدات للعقل الباطن، لان العقل الباطن بيتشرب الحلو وبيتشرب الوحش. هو هبل كده، هو هبل وماشي كده ايه، ماشي يسمع كده على بطال، معمول على بطال. فانت بقى ايه، قول له بس خلاص انا اسكت بقى انت كده، واركن على جنب،
عشان انا على فكره ده صح في الهيبنوسيس، في علم التنويم الايحائي. حقيقي ده بيحصل في العقل الباطن لما بتديله امر معين، او لما بتديله امر بقى اللي انت فعلا كانك حد قدامك وبتديله امر تقول له بس اسكت كذا كذا كذا، عقلك الباطن بيطيعك فورا، وده من حكمه الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فاعمل كده لما تيجي تكلم نفسك كلام سلبي تقول له بس اسكت، تديله امر او انهي او الغي، ايا كان من الكلمات دي، اسكت، ايا كان بقى تعبيرك. انت طبعا نفسك فاهمه نفسك مش هيجي حد من بره يقول لك الكلام اللي انت تقوله لعقلك، فانت ايا كان تعبيرك جوه نفسك او جوه عقلك او لعقلك بمعنى اصح، فاعمله. قول له بس اسكت، انا النهارده عايز اسمع كلام حلو، عايز اسمع نفسي كلام حلو. هعمل ايه؟ اقول لنفسي انا كذا انا كذا انا كذا، حسب التوكيدات اللي انت عايز تعملها لنفسك، لان كل توكيده او كل توكيدات احنا بنعملها بيبقى غرضها ان احنا نوصل لشفاء حاجه معينه جوانا. يعني توكيدات الجمال غرضها ان انا احب نفسي، وان انا اشفي جرح مثلا الرفض، او اشفي جرح ان انا مش شايف نفسي محبوب، وهكذا. جرح مثلا قصدي توكيد مثلا يخص الفلوس، انا معايا كذا 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 ان شاء الله، يعني انا ان شاء الله ربنا هيكرمني، انا ان شاء الله ربنا كرمني، انا ربنا بيكرمني على طول، انا كذا كذا. فده توكيد برضو لقلة المال، وتحس ان انت عاجز او يائس او بصوا احنا اكتر ناس عارفه نفسها، انتوا مش محتاجين حد يقول لكم الكلام ده. لما بنسمع بس الكلام ده من حد تاني ممكن ان احنا فعلا نستوعبه، لكن احنا من جوه الروح عارفه الصح بتاعها، وعارفه الغلط بتاعها، وعارفه العقاب، وعارفه الثواب. احنا عارفين كل حاجه، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بكتالوج، عارف كل حاجه، عارف العله وعارف العلاج. تمام؟ انت يا برج الحمل خلال الشهر ده هتعمل ده، ولو انت مش بتعمل ده اعمله يا برج الحمل. تمام؟ تمام. انا كنت عايزه اعمل الفيديو ده كمان ليك يا برج الحمل، ان انت مثلا تسال سؤال دلوقتي وانت معايا على الفيديو كده، ممكن توقف الفيديو في اي وقت، وبعد كده ايه تسال سؤال لنفسك وتقول يا ترى السؤال ده اللي انا في بالي اجابته هتكون ايه. اسال اي سؤال لبرج الحمل، وقف الفيديو واسال اي سؤال. قدامك 3 ثواني تسال السؤال بينك وبين نفسك، بينك وبين عقلك، وبعد كده هنعرف دلوقتي اجابه السؤال بتاعك ايه. يا رب تكون سألت يا برج الحمل. الإجابة هي إجابتك النهاردة يا برج الحمل لشهر يناير، أو أيا كان السؤال اللي أنت بتسأله بقى، يخص الشهر أو يخص حياتك الشخصية أو حياتك العاطفية. إجابة السؤال بتقول لك اختار اتجاه جديد، اختار حاجة جديدة، اختار اتجاه جديد، اختار فكر جديد، اختار شعور جديد يا برج الحمل، اختار شعور جديد. مش لازم نعيش على فكرة طول حياتنا بشعور واحد، ان انا احب على طول، وان انا اكره على طول، وان انا اخاف على طول، وان انا احنا عباره عن كتل من المشاعر. فانت لو بتحس شعور معين مضايقك او ايا كان الشعور، شعور خوف من المرض، شعور خوف من الرفض، شعور خوف من نفسك، شعور خوف من ان انت ما توصلش، شعور خوف من ان محدش ما يحبكش، شعور كتير قوي ياما. اسال نفسك هو انت ليه بتحس الشعور ده، وايه سببه، ويا ترى الشعور ده لو اتشال من جوايا هيحصل ايه؟ يا ترى الشعور ان انا بحس بيه، سواء انا حزين قوي او لوحدي قوي، او شعور ان انا مرفوض قوي، لو الشعور ده اتشال من الشخص ده او من جوايا انا، ساعتها هعيش ازاي؟ هيبقى ايه شعوري؟ اكتب اللي انت هتحسه لو الشعور الحزن ده او الرفض او قله الحيله او العجز، ايا كان بقى انت حاسس بايه هنا سلبي. اكتب الشعور ده لو اتشال منك انت هتكون مين، وهتدي نفسك هوية ايه. اكتب لنفسك هوية جديدة لو الشعور ده اتشال من جواك. وزي ما قلنا اجابة سؤالك هي اختار شيء جديد، او اختار اتجاه جديد،
او فكره جديده. انت واضح كده ان انت متمسك بالنكد، او متمسك بالحزن، او متمسك بالماضي وذكريات الماضي بقى، وانا كنت صغير وكنت بلعب وسابوني واتغيروا عليا وكذا كذا. فسيبك من الكلام ده، لان الكلام ده ما بيوديش ولا بيجيب، مش هيعمل حاجه في المستقبل. عايزه اقول لكم حاجه، دايما المستقبل ما بيبقاش في حزن، دايما المستقبل ما بيبقاش في حزن الا لو احنا وافقنا على ده في الحاضر، لو احنا وافقنا ده في الحاضر. وزي برضو ما كلمة بيقولك ايه، الأقدار موكلة بالقول. يعني لو حد قال حاجة ممكن الأقدار فعلا ربنا يحققها له. وأنا عند ظن عبدي بي. شوف انت بقى بتظن ايه في أيامك الجاية، وشوف بتظن ايه في نفسك، شوف بتظن ايه في رب العالمين. الظن في النفس، والظن في الله، والظن في القدر، والظن في الدنيا، والظن في الناس، كل ده الخلاط ده صلحه يا برج الحمل خلال شهر. فدي كانت قرايتكم اصحاب المجموعه لا سوري، مش اصحاب المجموعه بقى، شفتوا لخبطتوني. دي كانت القرايه لبرج الحمل خلال شهر يناير. ان شاء الله لو القرايه دي عجبتك والقراءه دي عجبتك، ولو انت حاسس القرايه دي ريحتك شويه، او حاسس القرايه دي انطبقت عليك، او انطبقت على حاله من الحالات اللي انت بتعيشها في يومك، يا ريت تعملي لايك للفيديو ده، وكتر خيرك في تعليق لو كتبت تعليق معين. وشكرا ليكم، واشوف فيديو جديد ان شاء الله يا برج الحمل. سلام.